بغيتي الطريقة باش تحضري الزبيب ناجحة ويعطيك كمية كتيرة وبأقل ثمن، تبعي الفيديو إلى الآخر. غادي نقترح عليك جميع الأسرار باش يبقى معاك مدة طويلة وكيجي بنين حسن من اللي كنشريو من الزنقة. فقط غادي نحتاجو ليه العنب اللي غادي يكون ما فيهش العظم ويكون داك الرقيق. انا هنا لقيتو كيتباع ب3 دراهم، شريت انا 4 كيلو. غادي ندوزو للطريقه. غادي ناخدو الماء، غادي نغسلوه مزيان من بعد ما زولنا له دوك العواد ديالو حتى يصفى الماء. غادي نصفيوه هنا مباشره. غادي نضيفو له عصير حامضه و2 معالق كبار ديال الزيت، وغادي نضيفو الماء اللي يكون غليان. غادي نخليوه فقط 3 ديال الدقائق مع التحريك وغادي نصفيوه. الا خليتوه اكثر غادي تسلخ لكم الجلده. هنا كنصفيوه كنخليوه ليله كامله، ومن بعد غادي نوضعوها البنات في شي صينيه. ضروري تخليوه يتسقطر. هنا حبذا لو درتوه في شي صينيه اللي تكون كبيره باش يكونوا مفرقين على بعضياتهم. هنا اختاريت العنب اللي عندي ناشف مع العنب اللي باقي، وكنخليوه في واحد المكان اللي يكون فيه الشمس. المده اللي خدالي تقريبا هنا خدالي 10 ايام بالكمال والتمام. من بعد ما يبس كندوزو نغسلوه ونفوروه. طلع فيه تصفيره 10 ديال الدقائق فقط. هانتوما كما كتشوفوا معايا هنا 10 ديال الدقائق. وغادي نحيدوه ونعاودو نرجعوه فوق الصفيحه ونخليوه واحد النهار يعاود ينشف، وكنحتفظوا به في واحد البلاستيكه وكيبقى معنا مده طويله ديال عام. الصراحه كيجي بنين والمذاق ديالو كيجي رائع، وصفه اللي ما كتاخذش منكم الوقت وكيعطينا الكميه اللي هي كثيره.